لو أهلك بيقارنوك بغيرك أو أنت دايما بتقارن نفسك بالناس التانيين، الفيديو ده ليك. حياتنا كلها عبارة عن مقارنة من واحنا صغيرين. نروح المدرسة ناخد أسئلة المقارنة في الجغرافيا والعلوم، نقعد نقارن نفسنا بناس تانيين أو ناس تانيين يقارنونا بناس تانيين. الأم تفضل تقارن ما بين أولادها، أنتي ليه مش شاطرة زي أختك؟ ليه مش شاطر زي أخوك؟ بالتالي إيه الأثر النفسي اللي بتسببه المقارنة على حياة البني آدم؟ تكوين شخصية البني آدم معقد جدا جدا، وبيكون حسب التجارب والظروف اللي هو عدى بيها. الإنسان اللي اتعرض لمقارنات كتير في حياته بيكون فيه أثر سيء جدا على شخصيته. تعالوا أقول لكم إزاي. الإنسان اللي بيتعرض لمقارنة كتير في حياته بيبتدي بيفقد الثقة في نفسه، وبيبتدي يفقد حب الذات بتاعه. طبعا إن إحنا لما بنفقد الثقة في نفسنا بيبتدي يتولد جوانا شعور بالحسد والحقد ناحية الناس التانية. ده الشخص ده أحسن مني في الفلوس، أو أحسن مني في الشغل، أو أحسن مني عنده أولاد وأنا لأ، عنده فلوس وأنا لأ، ناجح وأنا لأ. فبالتالي يبتدي إحساس الحقد والحسد جوه قلوبنا يزيد ويكتر، ومن هنا نبتدي نقارن نفسنا دايما بالاشخاص التانيين، ويبتدي ثقتنا بنفسنا تقل اكتر فاكتر. نبتدي بقى نركز على عيوب الناس التانيين ونتكلم على الناس التانيين مع الناس علشان نوضح ان ده مش احسن مني. مشكلة كبيرة جدا، دي من اكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها في المجتمع، ان محدش بيركز على نفسه، كل الناس بتركز على ناس تانيين وبتسيب نفسها خالص. وده مدخل اساسي من مداخل الشيطان. الشيطان بيأثر عليكم وبيخلي السواد والحقد والحسد في قلوبكم بسبب المقارنة وبسبب عدم استحقاق الذات، ان احنا ما نبقاش واثقين في نفسنا، ما نبقاش شايفين مميزاتنا. ربنا خلق كل انسان فيه مميزات، كل انسان مختلف عن التاني، بس احنا اللي ما بنعرفش قيمة نفسنا، ما بنعرفش نركز في مميزاتنا اللي عندنا احنا. طيب ازاي نواجه المقارنة دي او المقارنة المجتمعية دي من غير ما تأثر على قلوبنا واحساسنا وثقتنا في نفسنا؟ احنا نقدر نستخدم المقارنة دي بشكل ايجابي اكتر منه سلبي. يعني انا لما ابص لحد ناجح انا ممكن اتعلم منه هو عمل ايه وحقق ايه عشان يحقق النجاح، بدل ما احسده واحقد عليه. تعرفوا ايه اهم حاجه او اهم مقارنه لازم تعملوها مع نفسكم؟ انكم تقارنوا نفسكم بنفسكم. ارجعوا 10 سنين لورا، شوفوا انتوا من 10 سنين كنتوا ايه، يا ترى دلوقتي بقيتوا احسن؟ لو لقيتوا انكم دلوقتي بقيتوا احسن هتحسوا باحساس كويس جدا ناحيه نفسكم، هتحسوا ان انتوا واثقين في نفسكم اكتر. لو لقيتوا ان انتوا اسوأ من قبل كده، ده يديكوا الدافع والحافز ان انتوا ترجعوا تبقوا زي الاول وتحسنوا من نفسكم وتشتغلوا على نفسكم. حتى ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من المقارنة وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. صدق الله العظيم. حاولوا ان انتوا دايما تستخدموا المقارنة بشكل ايجابي علشان تستفيدوا منها. افتكروا دايما ان الحياة عبارة عن حلم، حياة مزيفة. ما تسيبوش ابدا الشيطان يدخل ويشوه نفسياتكم وقلوبكم، ما تسمحوش للشيطان بده. حاولوا دايما ان انتوا قلوبكم تكون بيضة، تخرجوا الحقد والحسد من قلوبكم وتستخدموا المقارنة بشكل ايجابي ونافع ليكوا انتوا. كان معاكوا غادة يسري. باي باي.